طفل أرعب الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة عندي قصة ليكم غريبة ومرعبة في نفس الوقت. القصة عن طفل لم يتجاوز عمره 13 عام، وقد عرف في عهد النبي أنه المسيح الدجال، وقد شك النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، ولم ينزل في أمره وحي أو آية من القرآن. الطفل هو صافي بن صياد أو صاف ابن صائد. الطفل يهودي لأب يهودي وأم يهودية، عمره 13 عام وذاع صيته في المدينة، فقد عرف بالدجال، وقد زعم بأنه الدجال الأكبر. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحلف في حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه أنه المسيح الدجال، ولم ينكر النبي ذلك. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه يسألها كم حملت فيه، فأجابت 12 شهر، وسألها عن صيحته وقت ولادته، فأجابت صاح صيحة طفل ابن شهر. وكل هذه معلومات تؤكد أنه المسيح الدجال. ولد لأب يهودي وأم يهودية، مدة حمل أمه به أكثر من الحمل العادي. صيحته وقت ولادته لم تكن صيحة طفل حديث الولادة. وقد انتشر خبره بين الناس بأنه الدجال، فقد كان يتكهن ببعض الأشياء وكانت صحيحة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره، فذهب في رهط من الرجال، والرهط هو ما يقارب 10 رجال. فوجده النبي صلى الله عليه وسلم يلعب، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب، يعني مش رسولهم هم اليهود يعني. فرد الفتى على النبي صلى الله عليه وسلم بجرأة أتشهد أنت أنني رسول الله؟ قال النبي أعوذ بالله، آمنت بالله ورسله. فسأله نبي الله ماذا ترى؟ فقال يأتيني مرة صادقا وأخرى كاذبا، يقصد أنه يأتيه مرة خبرا من الشياطين صادقا ومرة كاذبا. فقال نبي الله خبأت لك خبيئة، يعني خبأ شيء ما في صدره له، فهل تعلم ما هي؟ فرد الفتى خبأت لي الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك. وتركه النبي ومضى. فلما سأله الصحابة ماذا خبأت له يا رسول الله؟ فقال خبأت له الدخان، سورة الدخان. بعد هذه الواقعة لم يتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه الدجال أو لا، وهذا معناه أن حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا بالقدر الذي يسمح به الله. لم ينزل في ابن صياد وحي أو آية من القرآن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبين أمره، فذهب بين الأشجار يراقبه، ماذا يفعل؟ من يعلمه؟ ماذا يردد؟ فاختبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأشجار، فلما اقترب منه وكاد أن يكتشف أمره رأته أم الفتى، فنادته لتنبهه يا صاف، هذا محمد جاء ليراك. فانتبه الفتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتني لتبينت أمره. فقد كان الفتى يتعامل مع الشياطين، وكانت الشياطين تسترق السمع من السماء، فلما تسمع خبر ما وقبل أن ترسل الشهب عليهم تحرقهم، يكون الشيطان الأول أخبر الشيطان الثاني بما سمعه، وهكذا تتناقل الشياطين هذا الخبر ويبلغوه للفتى أو الدجال، فيظن الناس أنه يعلم الغيب. بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أراد ابن عمر أن يتأكد من حقيقة أنه الدجال أو لا، وقد كان كبر قليلا، أصبح شابا. فقابله ابن عمر في الطريق فوجده صار أعورا، وطبعا معلوماتنا عن المسيح أنه أعور. فلما رآه على هذه الحال تيقن أنه الدجال، فأراد أن يتأكد، فقال له يا ابن صياد ما بال عينيك؟ فرد ابن صياد إنها عوراء. فقال كيف صارت عوراء؟ فقال كما تكون في عصاك. فأصبحوا يتجادلون، فغضب ابن صياد غضبة بدأ ينتفخ منها حتى ملأ المكان، فأغمي على ابن عمر. فلما أفاق ذهب إلى أخته حفصة فلامته، قالت إن كان هو الدجال فقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضبة الدجال. بعد فترة من الوقت أسلم ابن صياد، وكان ده شيء غريب. ففي يوم من الأيام خرج الصحابة إلى مكة للعمرة، وخرج معهم أبو سعيد الخدري. فيقول ابن سعيد خرجنا حجاجا أو عمارا، ومعنا ابن صائد أو ابن صياد. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني مش مرتاح للقعدة معاه.
مما يقال عليه. فقلت إن الحر شديد، خذ متاعك وضعه عند الشجرة تحت الظل. ففعل ابن صياد. فيقول: فحلب غنما وأحضر لي قدحا كبير، اشرب يا أبا سعيد. فقلت له إن الحر شديد واللبن حار ولا أريد. وقد كان أبو سعيد يكره أن يشرب من يده. فقال ابن صياد: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق فأموت، مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، لست من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم بحديث رسول الله؟ فقال: المسيح كافر وأنا مسلم، عقيم ولا يولد له، أما أنا فتركت أولادي في المدينة. المسيح لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. يقول أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. فرجع أبي سعيد الخدري إلى شكه ثانية. يقال عن صافي بن صاد أنه ارتد في آخر أيامه وقد مات جميع أولاده، وأنه ذهب في حرب فلم يجدوا له جثة أو يجدوا له أثر، اختفى. وقد التبس على العلماء أمره، فمنهم من يقول أنه المسيح الدجال، ومنهم من يقول أنه أحد دجاجلة اليهود. اللهم قنا فتنة المسيح الدجال. لو عجبك الفيديو فضلا وليس أمرا ادعمونا باشتراككم في القناة وتفعيل الجرس، وسيبولي الصلاة على سيدنا النبي في تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.